من ضمن التهم اللي بتتهموا بيها ان انتوا شخصيات عندكم ازدواجيه في المعايير. احنا اللي عندنا ازدواجيه في المعايير. ازدواجيه في المعايير، ومعلش ممكن تسمح لي بس اقول الاتهام، يعني انا عشان بس ايه. اتفضلي. اولا، اكتر حاجه انتوا متهمين فيها بالازدواجيه موضوع الخيانه. حلو. احنا هنا مش بنبرر الخيانه سواء صح. هنا والعقوبه واحده للاثنين، بس صح. انا بتكلم في ايه. لما مثلا واحده بتخون زوجها، طبعا بيطلقها وممكن يعني ماشي. يخلص عليها والناس هتسقف له. في المقابل لما واحده بتكتشف خيانه جوزها، بيقولوا لها لا، البيت ودي نزوه ودي مره وهتعدي ومش عارفه ايه، وحافظي على البيت وما تديش البيت عشان غلطه، لان هو نفس البيت اللي ممكن يكون الست لا بيتسقف له لما يعمل فيها حاجه او يطلقها. ده ابسط حاجه، ده هو من غير مفكر. والست الثانيه اللي بتحافظ على بيتها بيقول لها لا دي غفرت له. دي ازدواجيه في المعايير ولا لا؟ لا، بس هل الستات بقى مستعدين يسمعوا هي ليه مش ازدواجيه؟ وهل فعلا هم عندهم الاستعداد يفهموا اللي هيتقال، ولا هتفضل الدنيا هي؟ ليه؟ احنا هنا بندافع عن انا عايزه ادافع عن التهمه دي. انا مش حكايه ان انا دافع، انا هفهم الستات ليه الخيانه واحده في الاثنين، او بمعنى دق تبعات الخيانه واحده في الاثنين. احنا مش بنبرر الخيانه اللي سواء لده او لده، احنا بنشرح. لكن انا هبين ان الاختلاف فيها بيبقى لطبيعه كل طرف فينا. يعني احنا متفقين ان الراجل ممكن يكون مرتبط باكتر من واحده، او بمعنى ادق الراجل ممكن يكون متجوز اكتر من واحده، صح؟ يعني هو عنده القدره على التعامل مع كذا واحده في نفس الوقت. الشرط الوحيد اللي ربنا حاطه ان هو يكون بيعدل ما بينهم، صح كده؟ يبقى هو كطبيعه، وحطي تحت دي 7000 خط، كطبيعه الراجل يقدر ان هو يتعامل مع واحده واثنين وثلاثه واربعه، والحساب الوحيد اللي ربنا حاطته له ان يعدل ما بينهم في المعامله والانفاق. القلب ملناش دعوه بيه. متفقين على دي؟ طب بالنسبه للست، هل الست تقدر تتعامل مع كذا راجل في نفس الوقت؟ لا. هل الست عندها القدره ان هي تكون متجوزه اتنين؟ لا. طب ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان الراجل عنده من المقدره انه يقدر يوزع جزء كبير من مشاعره على اكتر من واحده، على واحده واثنين وثلاثه واربعه. لكن بالنسبه للست، اما بتاخد خطوه ان هي تخون الراجل اللي معاها، هي هنا خلاص هو بالنسبه لها انتهى، لان طبيعه الست ما بتسمح لهاش ان هي تجمع ما بين اتنين. هي اساسا كطبيعه ما عندهاش فكره ان انا اجمع بين اتنين. الست بالنسبه لها لو حبت او ارتبطت بترتبط بواحد، بوجود الواحد ده هي بتشوف كل الرجاله التانيين مش موجودين اصلا. فان هي تبدا تسيبه وتخونه، فهي في اللحظه دي مش شايفاه اساسا. لكن بالنسبه للراجل ممكن يكون شايفها عادي. والغريب بقى ان كان زمان الستات كانوا فاهمين دي. كانت اغلب الستات تقول لك ايه؟ هو بيخون بس بيجي ينام جنبي اخر اليوم. انا ما زلت برضو مش ببرر الخيانه، انا بشرح ايه الاختلاف ما بين دي وما بين دي. الاتنين اسمهم خاينين، عشان كده انا بقول للراجل انت عايز تتجوز يا باشا، انت راجل روح اتجوز. لكن ان انت تخون ملهاش اي مبرر. مراتك حلوه، مراتك وحشه، مقصره معاك مش مقصره معاك، حلوه مش كل ده ما يشغلنيش. لو انت رايح تتجوز ما اقدرش اتكلم معاك في حاجه. لكن لو رايح تخون، لا، انت كده غلطان في كل الاحوال، ملهاش اي مبرر. لكن اللي احنا بنتكلم فيه هنا ديناميكيه الخيانه بالنسبه للراجل غير الست. الراجل وهو خاين بيكون لسه بيحب مراته وعايزها ويكمل. الست لما بتخون بتكون مش شايفاه اساسا، هو بالنسبه لها انتهى. فانت هو ده مش معيار مزدوج، ده شرح ما بين الاثنين. الخيانه في الحالتين غلط، احنا متفقين على ده. لكن انا قصدي كلامي ايه اللي بيحصل كتفكير مننا احنا لما واحد فيهم بيعمل ده، فده مش معيار مزدوج اصلا. طب ماشي، ما هو ممكن نفس الشخص لما بيخون بيطلب ان هو مراته تسامحه، بس هي لو خانته ما بيسامحهاش. ما احنا لسه قايلين ايه السبب. بالمناسبه برضو حته ان حد يسامح او ما يسامحش دي مسائل هم اللي هيحددوها شخصيا لكل حاله، هم اللي هيحددوها. انا كل اللي بتكلم فيه ايه المحرك اللي بيخلي حد فيهم يعمل ده، او بمعنى ادق ايه اللي بيخلي كل طرف فيهم يتحرك لان هو يخون، او معنى ادق ان هو يطلع مشاعره لاكتر من حد. الراجل عنده القدره على دي، عنده القدره، هي محطوطه فيه لان هو ممكن يتجوز اكتر من واحده. لكن الست ما عندهاش الحته دي. فمجرد ان انت كست رحتي للحته دي، فخلاص الراجل اللي معاكي ده اولا لا انت شايفاه راجل ولا هو معاكي، العلاقه انتهت اصلا مجرد ان انت بتدوري على حد تاني. يعني انتوا بتفسروا لها ان هي مجرد ان انت خنتيني انا ده خلاص انا مش موجود. بالنسبه لي طبعا فعلا دي حقيقه. خلاص بقى يعني بالمناسبه دي حقيقه.
عشان كده انا بقول لك الستات زمان كانوا بيقولوها، هم ممكن ما كانوش فاهمين بيقولوا ايه، ولكن لا، هي تقول لك هو بره بيروح ويعمل ويسوي، ولكن اخر اليوم بيجي فين؟ ينام جنبي. اقلبيها كده بقى، هل ينفع او في اي رد منطقي ان الراجل يقول لك اه دي بتروح وتعمل وتيجي وتسوي وتيجي تنام جنبي في اخر اليوم؟ لا، مش حتى الكلمه مش جايه. لان احنا عارفين كلنا الست لما بتتحرك بيكون خلاص هي بتتحرك بكل شيء. لان ما ننساش برضو ان الست هي اللي بتدي الاكسس او حق الحاجه ان حد يقرب منها، صح؟ الست هي اللي بتدي الحق ده. انا لو عايز اقرب من واحده وهي مش عايزاني اقرب منها هتمنعني، صح؟ لكن الراجل هو اللي تملي بيسعى للتقرب. فما ينفعش ان احنا نقارن اللي بيجري ويسعى للي اساسا قاعد والناس بتجيله، لان اللي اسهل بالنسبه الاسهل انه يوقف حاجه زي دي هي الست. للمره الالف عشان الكلام هيتاخد، انا مش ببرر لا هنا ولا هنا، الاثنين اسمهم خاينين، لكن اللي انا بتكلم فيه مين اللي اسهل ومين اللي لو خان بيبقى زي ما بيسموه كده بالانجليزي انفستد قوي، اللي هو خلاص كده انا مستثمر كل مشاعري وكل طاقتي في المصيبه السوداء اللي انا بعملها دي. الراجل ممكن يروح يخون مراته مع واحده ويرجع هو شايفها الواحده اللي كان بيخونها دي ولا حاجه، انت كمراتي الاولى والاخيره. لكن الست اول ما توصل لكده بقى الراجل ده بالنسبه لها مش موجود اصلا، انتهى من كل حساباتها. لان هو لو كان موجود في حساباتها 1 في المليون كانتش عملت ده. تمام. في برضو معيار تاني مزدوج بالنسبه لكم، فكره مش اللايف ستايل بس، انا بجبرك او مش انا بطلب منك تعملي حاجات انا شخصيا ما بعملهاش. يعني مثلا ايوه هو مثلا عايزها تبقى محتشمه في لبسها، بتصلي بتعمل، وممكن هو يكون شخصيه سيئه بيطلب منها حاجات ما هو ما بيعملهاش. هو بيبقى يعني متعدد العلاقات، بس اول لما بيعوز يرتبط أيوة. بيرتبط بواحده ليس لها اي علاقه. لا ما هو استني بس، ما نجيبهاش لورا. انت هنا عايزه تكلميني قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ في الاثنين. ماشي. انتم مجرد التفكير. أنا كنت لا مش مجرد تفكير، ما انا لسه هقول لك اهو، مش مجرد التفكير. ما قبل الجواز حاجه وما بعد الجواز حاجه. خلينا متفقين وبلاش نضحك على بعض ونتكلم بصراحه ان الست ماضيها يختلف عن ماضي الراجل. الاثنين بيغلطوا ولكن مفيش اي ست عندها الاستعداد انها تقبل بواحد لو عرفت ان هو كمان 5 سنين هيبقى مدمن، مش هيبقى معاه فلوس، هيبقى مرمي في الشارع. ما تقوليليش في ست هتوافق لو هي عارفه ان ده هيحصل. اسمعيني للاخر بس. لو هي عارفه ان ده هيحصل، هي مش هتتجوزه اصلا، صح؟ طب خلاص، انت بقى كست ده الاستفاده بتاعتك من الراجل، لان انت عايزه مستقبل الراجل ده او مستقبلك مع الراجل ده هيبقى عامل ازاي. عشان كده انت بتسالي هو شغال ايه، هيقدر يعيشني فين، صفاته اللي يقدر ان هو يحميني بيها، الكلام ده كله. فانت بتراهني على مستقبله. هو العكس بقى، هو بيراهن على ماضيكي. فعشان كده لو انت جايه له بماضي منيل بنيله هو مش عايزك. عشان كده انا بقولها للمره الالف لاي واحده، ما تسمحيش لاي حد مهما كان سنك ان هو يلوث لك الحاجه اللي ممكن تندمي عليها بعد كده. امنعي، انت اللي في ايدك التحكم. لا مش ده قصدي، انا قصدي ان ممكن يكون نفس الشخص اللي مر بتجارب كتيره لما بيعوز بيختار واحده هي اوريدي ما عندهاش اي تجربه. طب ازاي؟ طب ما انت لسه بقول لك حليت لنفسك لا ما حلتوش. لا ثانيه واحده، انا ما حلتوش. اللي هو كان بيعمله غلط. انا كل اللي بشرحه لك ايه الفرق ما بين دي ودي، مش احليت. اللي بيعمل حاجه غلط هو في كل الاحوال اسمه بيعمل حاجه غلط، سواء راجل او ست. ولكن ما ينفعش ان النظره بتاعت هنا وهنا تكون صح، تكون بنفس الطريقه. انا مش دعوه بالنظره الثانيه، انا بتكلم انت ازاي تاخد حق تقول ان انا عايز اختار حد ما عندوش ماضي وانت ماضيك وحش، والناس بتقول لك لا والله ده ربنا هيهديه، كان وحش بس لما ياخد واحده لا. انا مش دعوه بالناس دلوقتي، انا بتكلم هو بيفكر. ايمن لسه بقول لك اهو، ما انا لسه بقول اهو، انت ليه عايزه تساوي ما بين الاثنين غلطانين. انا ما بقولش كاختيار انا مش بدافع عن ان الست يكون ليها ماضي. لا انت كده بتدافع عن ده. لا انا بقول ان انت عشان انت عندك ماضي ما تطالبش وتروح تاخد واحده يكون من ضمن قالب به شروطك ان هي اوريدي ما عندهاش حاجه. حلو. ازاي؟ يعني بنفس المنطق. ما انا لسه بقول لك برضو، انتوا هنا كستات عايزين تحطوا معاييركم انتوا على الراجل. يعني انت كده عايزه تقولي لما واحد يجي يتقدم للست ما تقوليلوش انت هتعيشني فين، ما تقوليلوش انت هيقبض ايه، ما تقوليلوش انت بعد كده هتبقى الوضع بتاعك ازاي، لان انت ما ينفعش تقولي على حاجه انت ما فيش اي ضمان عليها، صح؟ بس انا ما بطالبش بده. لا بتطالبي بده. انا لسه قايل لك اسالي اي واحده، لو انت دلوقتي متقدم لك واحد انت عارفه انه كمان عارفه متاكده ان هو كمان 5 سنين هيبقى مدمن، هيبقى مرمي في الشارع، مش هيبقى معاه ولا مليم، هتتجوزيه؟
اكيد لا. اشمعنى بقى لما انا اقول انا مش عايز واحده كانت بتعمل نفس انا ما الكلام بقولش ده كده، ورا؟ انا بقول ان الشخص اللي الماضي بتاعه مش حلو عايز واحده الماضي بتاعها طب ليه؟ طب ما انت عايزه، لو مستقبلي مش حلو انت عايزه واحد مستقبله حلو، طب ليه؟ رد انت بقى عليا. لو مستقبلك انت مش حلو انت عايزه مستقبلي انا يبقى حلو. لا انا مش مستقبلي مش حلو، لا انا عرفتي منين؟ ما انا لسه قايل لك اهو، لما انت اتعرض عليكي ان كمان 5 سنين الراجل ده هيبقى فيه العبر كلها قلتي مش هتجوزه. صح؟ اهو خلاص يبقى انت لو كان فيكي زمان العبر كلها عايزاني اتجوزك ليه؟ خلاص ما تتجوزنيش، بس ما خلاص. تروحش لحد. خلاص اتفقنا ما على دي. تتجوزنيش، لا انا ما بقولش بس ما تروحش لحد. ثانيه بس امشي معايا حبه حبه. اتفقنا على دي. أهو. يبقى احنا هنا بنتكلم سواء كده او كده، في الحالتين تساووا. الاختلاف ايه بقى؟ انت كست هتضحي بكل ده وتراهني على فرص ممكن تضيع منك؟ لا ليك انت. لا ارجعي بقى لورا، اللي هو لو رجعنا مثلا ايه 10 سنين، انت عارفه ان الغلطه دي هتسمع معاكي قدام كمان 10 سنين. يبقى مين اللي بيتصرف غلط؟ اللي دلوقتي بيراهن ان انا الغلطه دي هتسمع، ولا اللي جاي بيقول المفروض ما كنتيش تغلطيها؟ احنا كل حياتنا بتتمحور ان الست من اول ما بتتولد هي اميره. لما انت بقى تشيلي نفسك من مقام الاميره ده وترمي نفسك في الطينه، وعايزاني انا لما اجي اتعامل معاكي بعد كده اتعامل ان انت اميره، لا انت زباله، وانت رميتي نفسك في الطينه وانا هعاملك زي الطينه وابص لك ان انت طينه. بس مش انا بالنسبه لي هبص لك بالطريقه دي لان انت اللي اهنتي نفسك، لان انت مولوده ومخلوقه ان انت تكوني في مكانه معينه. لغايه دلوقتي برضو انا مش بتكلم ان اللي يكون وحش يدور على حاجه حلوه هو كده صح، مش ده اللي انا بتكلم عليه. ده اللي انا بتكلم فيه، ان انتوا دايما كده. اي ما هو ده الطبيعي، لان انا دايما عايز كده. انا من مواصفاتي لاختيار اي واحده ان هي ملهاش اي حد. ده دائما ايا كان الراجل ده مين، حلو وحش بمناخيره 6 فتحات، بيدور على كده. اتفقنا ان هو دائما عايز ده كراجل، هو دائما عايز ده، زي ما كل الستات دائما عايزه ان الراجل اللي معاها يقدر يوفر لها بعد كده شويه حاجات. متفقين على ده؟ ليه بقى انتوا كستات دلوقتي عايزين الرجاله نفسهم يغيروا اللي هم بيدوروا عليه؟ يعني ده مش ازدواجيه، دي صفات. لا انا مش ازدواجيه، مش ازدواجيه. ما انا بقول لك احنا متفقين ان الراجل في كل الاحوال عايز ده، زي ما الست في كل الاحوال عايزه حاجات تانية. انت ليه عايزه تغيري اللي الراجل عايزه ومش مستعده ان انت تبصي لنفسك وتقولي طب انا مش هعمل ده؟ لان الرجاله مش بتدور على ده، الرجاله بتدور على الحاجات 1 2 3. يعني ده ما يصنفش تحت الازدواجيه، يصنف تحت طلبات. ايوه انا دي المعايير اللي انا حاططها، وبالمناسبه دي يا ريتها معايير، ده دي الفطره اللي موجوده فينا. مفيش اي راجل عايز يتجوز واحده كانت ماشيه مع 3 قبليه. انا عايز واحده ما تعرفش من الشارع غير باب بيتهم والجامعه اللي كانت بتروحها. مفيش اي راجل عايز اكتر من كده. لكن في نفس الوقت مفيش اي ست عايزه واحد زي ما لسه متفقين كمان 5 سنين هيبقى شحات وهيبقى مدمن وهيهينها وهيبهدلها. يبقى انت بتراهني على مستقبلي، انا كمان براهن على اللي فات. انا عايزك تفضلي محتفظه بكل حاجه انت اتولدتي بيها، ان انت ملكه. فمش بعد ما انت تتخلي عن كل ده عايزاني انا اجي اقوم مطلعك من الطينه واقوم منضفك واقول ده انا بتعامل مع ملكه. لا انا مش بتعامل مع ملكه. وانا قايل لك من دلوقتي ان كل الرجاله، مش ليكي انت، انا قصدي كلامي الستات، احنا كرجاله قايل لكم من دلوقتي احنا بندور على كذا. انت بقى اللي بتراهني بمستقبلك عشان عايزه تتبسطي بماضيكي. انا مش هراهن بمستقبلي عشان انت اتبسطتي بماضيكي. انا بالعكس هروح ادور على واحده ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه عشان انا عايز اضمن مستقبلي. فهمتي؟ المعيار نفسه في الاختيار مختلف ما بين راجل وست. الاثنين اللي بيغلطوا قبل الجواز حاجه منيله ب 60 نيله، حاجه منيله ب 60 نيله. الاثنين غلطانين، الاثنين غلطانين. المفروض الاثنين ما يعملوش كده، المفروض الاثنين ما يعملوش كده. ولكن التبعات بتاعت دي غير دي، طبعا. واللي خسران في دي، وده اللي انا بستغربه جدا، اللي خسران في دي الست. انت ليه تعملي في نفسك كده اصلا؟ ليه انت اللي تقللي من نفسك ومن قيمتك وتروحي تعملي حاجات انت نفسك عارفه بعيدا عن الراجل ان هي قللت من نفسك، قللت من قيمتك انت، وبعد كل ده تيجي تقولي لي لا انا المفروض ان انت ما تشغلش بالك انا كنت بعمل ايه، زي ما انا مش شاغله بالي انت بتعمل ايه. لا انت شاغله بالك باللي هتستفيدي بيه، واللي انت هتستفيدي بيه ان انا بعد كده يبقى ليا مستقبل، وانا اللي هستفيد بيه ان انت قبليه ما كانش ليكي ماضي. فهي نفس المعادله. تمام. احنا كل ده بنتكلم ما قبل الزواج. انت بقى كنت بتقولي ما بعد الزواج، اللي هو ايه؟ هو بيقول لها اعملي حاجات وهو ما بيعملهاش. بالظبط. يعني لا. مثلا طريقه لبس معينه، حلو، انت مثلا اوكي انت مثلا ما بتعملش، انت مثلا بتقول لها التزمي واعملي وهو اصلا ما بيصليش. حلو. علاقاته مثلا بقرايبه وكده ويسلم عليهم ويقول لها لا ما تسلميش. حته
حته ان هو بيقول لها التزمي واعملي وهو ما بيصليش، اه بصي للحاجه اللي هو بيقول لك عليها في حد ذاتها صح ولا لا. ما هو لو كان صح طب ما تعمله انت. انا مش بتكلم عليه دلوقتي، انا بتكلم عليكي وهنجيله هو. الحاجه اللي هو بيقول لك عليها صح ولا لا، خاصه في الحاجه اللي ليها علاقه بينه وبين ربنا او بينك انت وبين ربنا، اللي هي حقوق ربنا. عشان بعد كده الحقوق بتاعه الناس بقى المعاملات هيبقى الوضع فيها مختلف. فالحاجه بتاعه حقوق ربنا انت في كل الاحوال سواء انت او هو لازم تعملوها. فحتى لو هو بيقول لك اعمليها وهو ما بيعملهاش، انت هتحاسبي على نفسك، اعمليها. لكن الحته الثانيه بقى اللي انت بتقوليها في طريقه التعامل مثلا مع قرايبه البنات، لا يا باشا انت كده مش راجل. لو انت بتقول لها ما تتعاملش مع قرايبها الرجاله بطريقه وانت الناحيه الثانيه خارب كل حاجه، لا هي من حقها تقول لك ما تعملش اللي انت بتعمله ده، واللي انت بتعمله ده غلط، وانت في كل الاحوال هتحاسب على اللي انت بتعمله ده. مش مجرد ان انت اللي اخد القوامه عليها ان انت تكون مبوظها، مبوظ الدنيا بره، وبتيجي تقول لها هي اعملي. زي مثلا الفيلم اللي هو اللي كان فيه ست سيد، كان بيقول لها اعملي وسوي يا امينه وانا وانا وانا، وهو بره خارب الدنيا. هل ده راجل؟ لا ده مش راجل. ده ما ينفعش ان هو يكون مثال رجولي اصلا، لان ده كده كل اللي هو بيعمله انه مستغل القوامه اللي ربنا مديها له كفرد سلطه بدون ما يكون حاطط اي حاجه على نفسه. ان انا اسمي قوام يعني انا مسؤول، زي ما بطلب منها حاجه، الحاجه دي لو انا نفسي ممكن اكون بعملها المفروض ان انا ما اعملهاش. ما ينفعش ان انا اكيل بمكيالين. اه صح. ده اللي بيحصل. لا ما ينفعش، في كل الاحوال ما ينفعش. عشان كده من اسوأ الامثله اللي اتحطت لفكره ان ده راجل هو السيد ده، لا هو مش راجل. احنا كنا تقريبا من تاني حلقه او حاجه اتكلمنا على الحته دي. هو ده مش راجل. فما ينفعش ان انت تكون بتقول لها تعاملي مع الرجاله في عيلتك بالطريقه المعينه، وانت في نفس الوقت ما بتعملش نفس الكلام ده مع الستات اللي في عيلتك، سواء بنت عم بنت عمه بنت خال بنت، الكلام ده كله ما ينفعش. فدي ازدواجيه معايير. لو في واحد بيعمل كده، لو في واحد بيعمل كده، دي اسمها ازدواجيه معايير. وفي نظري هو ما اسموش هنا راجل، هو اسمه هنا ذكر. انت كده مش راجل، لان الراجل بيلزم نفسه اولا باي حاجه بيطلبها من حد. نحط دي بس ايه تحتيها خطوط كتير. الراجل بيلزم نفسه اولا باي حاجه بيلزم بيها حد. عشان كده اول ما بيلاقي ان هو الزم نفسه والطرف الثاني مقصر، بيروح يقول له ازاي مقصر في دي؟ لان انا الزمت نفسي بيها قبل ما اكلمك. لكن ان انا عايز الزم الطرف الثاني وانا مقضيها وبخرب الدنيا، لا يا باشا انت كده مش راجل. انت كده يا ريتك حتى وصلت ان انت تبقى طفل. انت مجرد ذكر، واحد اتولد لقى نفسه ذكر، لكن تصرفاتك بقى هي اللي بتبين هل انت راجل ولا ذكر. هو بيقول لها مثلا لا انا راجل، انا ما هو انت راجل، يا ما انت اتصرف بقى ان انت راجل. انا متحكم. انت لو لا انت مش كداب، هتتحكمي لان انت مش عارفه الرجاله الثانيه عايزه حلو. ايه. طب وانت برضو مش عارف الستات التانية عايزه ايه. انا اللي بتكلم فيها لغايه دلوقتي افعال انت وهي المفروض ما تعملوهاش اساسا، فما تحللهاش لنفسك وتحرمها عليها. في الحالتين انتوا الاثنين هتبقوا غلطانين لو عملتوها. يبقى انت سمعنا هنا بتقول ان انت ما ينفعش ولكن انا ينفع، انا راجل. لا يا باشا، طالما في حقوق هي من حقها ان انت ما تعملش كده، وربنا قايل لك انت ما تعملش كده، ما ينفعش. فاهمه قصدي؟ بس احنا بنحسن انتوا بتبقوا عايزين حاجه وبتعملوا حاجه عكسها. اللي هو الشخص اللي بيقول كده لا هو غلطان، ما ينفعش. عشان كده انا يعني كنت مصر ان انا افرق ما بين قبل الجواز وبعد الجواز. لان قبل الجواز انا حدودي محطوطه على نفسي، لكن بعد الجواز بقت على الاثنين، على العلاقه اللي موجوده، على الوضع اللي احنا بنعمله كجديد. لكن في الاول انت ملزمه بنفسك وانا ملزم بنفسي. انا شايل مصايبي وانت شايله مصايبك، صح؟ يبقى في نفس الوقت انا ما ينفعش حد يقول لي انت كنت بتعمل، ولكن ممكن يجي عليا الوقت بسبب اللي انا عملته علاقتي اللي جايه تبوظ، صح؟ لكن بعد الجواز لا، احنا الاثنين دلوقتي بقينا مركب واحده. اللي انت بتقول ان ما ينفعش ان انت تعمله، او اللي انت بتقول لي ان انا ما ينفعش اعمله، انت كمان المفروض. عشان كده برضو لما جينا في الحته اللي بعد الجواز فرقت ما بين حاجتين، هي حقوق ربنا ولا حقوق العباد. حقوق ربنا ما ينفعش حتى لو انت بتقول لي لا انا كده كده مطالب ان انا اعملها، لكن بقى في الحقوق اللي بيني وبينك انت، في التعاملات اللي بيني وبينك، تقول لي لا انا اعمل وانت ما تعمليش، لا ما ينفعش. يعني ممكن حد ينصح حد ان هو مثلا يصلي ويعمل حتى لو هو مقصر، حتى لو هو مقصر، لان انت في كل الاحوال انت شايلها في نفسك بس، وملهاش علاقه بطريقه مباشره على الاقل في العلاقه اللي بيني وبينك. يعني في ناس بتقول لك ايه ده، حتى ما مثلا ما بيركعهاش وعايز ان انا اصلي. حلو. طب ما انسي هو خالص، شيليه هو من المعادله. انت كده كده مطالبه انك تصلي، صح؟ ودي تاثيرها عليك انت لوحدك، مش ملهاش تاثير على حد تاني. لو ما عملتيهاش انت اللي شايله، زي ما هو لو ما عملهاش هو اللي شايل. متفقين؟ لكن الناحيه التانيه بقى
لا في العلاقات، الحاجات العلاقات الانسانيه لا يا باشا، ما ينفعش ان انت تلزمني بحاجه انت نفسك أنت ما ما بتعملهاش، بتعملهاش. ما ينفعش، أو. مش منطقي. لكن اللي بينك وبين ربنا انا ماليش دعوه. ما هو سبحان الله، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام اما اتكلم عن اختيار الست للراجل قال ايه؟ ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الاختلاف ما بين دي ودي ايه؟ ان دينه دي العلاقه بينه وبين ربنا، واخلاقه بقى العلاقه بينه وبين الناس. لان كده كده الراجل مختلف. وسبحان الله لما قال للرجاله قال دور على مين؟ اظفر بذات الدين، مالكش الاخلاق، لان اساسا الست في تعاملاتها المفروض محدوده. لكن انت يا باشا اللي ممكن يكون اخلاقك وحشه ولكنك بتصلي وبتصوم، واحنا بنشوف الكلام ده، ان واحده تيجي تقول ده انا جوزي ما بيسيبش المسجد ولكن اخلاقه وحشه جدا وبيعاملني وبيعمل وبيسوي. اه طبعا ممكن ده يحصل، ولكن قليل قوي 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 ان ست تبقى بتصلي وبتصوم وبتعمل وتلاقي اخلاقها وحشه. قليل قوي قوي قوي. ده الاختلاف ما بين الراجل والست. لكن الناس بقى اللي عايزه تقول ان الراجل زي الست وان احنا المفروض نبص للاتنين بنفس العدسه ونحاسب الاتنين بنفس الطريقه ونشيل الاتنين نفس المعايير، مش صح. وده ليله بتحصل دلوقتي. اول ما بدانا ان احنا نبص للاتنين بنفس الطريقه الدنيا عماله تبوظ. يعني احنا نقدر نقول ان هي مش ازدواجيه في المعايير قد هي اختلاف ما بين راجل وست. لان فعلا احنا مختلفين، والله العظيم احنا مش زي بعض. لا اللي انا بعمله بيأثر عليا بنفس الطريقه اللي انت بتعمليها، ولا اللي انت بتعمليه بيأثر عليكي بنفس الطريقه اللي انا بعملها. ما ينفعش ان احنا الاثنين نحط كل ده في كفه واحده لمجرد ان احنا عايزين نبان بنعمل مساواه. احنا مفيش مساواه، احنا في عدل. مفيش مساواه في الدين، عشان بس الكلمه دي انا يعني نفسي الناس كلها تعرفها. ربنا مش بيعاملنا مساواه، ربنا بيعاملنا بعدل. وقايل لنا ان انتوا الاثنين مختلفين، ما ينفعش انتوا الاثنين تتعاملوا بنفس الطريقه، ما ينفعش انتوا الاثنين يبقى عليكم نفس المهام ولا ليكوا نفس الحقوق او الواجبات. لا انتوا مختلفين عن بعض. عشان كده حاجات انت بتكلفي بيها انا ما بكلفش بيها، وحاجات انا بكلف بيها انت مش بتكلفي بيها، لان ده اسمه عدل. في حاجات انت سقطت عليكي لمجرد انك واحده ست، سقط عنك لمجرد انك واحده ست. هل ده بقى مش ازدواجيه معايير؟ لو هنبص لها بطريقه الناس بتوع المساواه، هي دي مش ازدواجيه معايير؟ انت ازاي بتعاملها بطريقه معينه عشان هي ست؟ عشان هي ست في حاجات سقط عنها، وعشان انا راجل في حاجات مفروضه عليا. اقل حاجه ممكن الواحد يضرب بيها المثل صلاه الجمعه، سقط على الستات اصلا، لكن بالنسبه للرجاله مش سقط ابدا، لمجرد ايه؟ ان هي واحده ست. فما ينفعش ان انتوا بعد كده تيجي تقولوا احنا مساواه ودي ازدواجيه معايير. لا، في الغالب، ودي ممكن نبقى نعمل عليها حلقه بعد كده، في الغالب ازدواجيه المعايير الحقيقيه بتخدم الستات، بس ممكن نبقى نتكلم عليها في وقت تاني. نكمل الحلقات باذن الله.